حياكم الله مشاهدينا، اكيد مثل ما عودناكم في خطار دائما ما يكون خطارنا مميز جدا ومن فئه الشباب المهمين جدا والنخبه نقدر نقول الفنان حسين عجاج. نورت. نورك هذا علاء، يعني سعيد جدا ولي عظيم الشرف تلبيه هاي الدعوه بسندباد لاند، هذا المكان اللي اكثر من رائع. مكانك هذا اصلا. اشكرك. مكانك هذا كلك ذوق. يعني يمكن احنا اول ما دخلنا هنا لسندباد لاند نوعا ما كنت متخوف من شغلات موجوده داخل سندباد من العاب معينه، لكن مكان نوعا ما ارتحت. لا اكثر من رائع. شوف للمفارقه من كنت يعني صغير، كنا صغار اكيد يعني هاي مو ميزه. كنت ما اخاف. اوكي. سكه الموت، سفينه نوح، هاي اكو جرأة موجوده، بس على كبر راحت. انتهت فجاه. لا اعشق الاكشن. حلو. يعني بالفن، مشاهدات الافلام، اعشق الاكشن. لكن بصراحه تركت الجو قاعد مسافر محمود، فاخذت جوله بالمكان. اكو العاب مخيفه عاليه كلش. اي يعني ارتفاعاتها، تخيل اذا فتت فيها هذه مثلا ما اعرف شو اسمها، روحي بس ما على قولتك بس ما مباشره. بالرغم انه هي اغلب الالعاب اللي موجوده هي نوعا ما عليها سيفتي وغيرها، بس انت ذكرت انه اكو بطل هناك. يعني قلنا لك فلان شخص صعد فلان لعبه فلان لعبه فلان لعبه فلان لعبه فلان لعبه، انت مباشره قلت والله بطل. حياة الطائف. تحياتنا له طبعا. تحياتي له يعني ولعائلته اكيد. يعني قلت لي انه صاعد كذا لعبه وكذا، فرحت له انا، بس من شرحت لي الحاله. لا شويه صار نوعا ما خوف. يعني قال بوقتها استاذ اياد كان موجود هناك، طبعا تحياتنا له. اقول له فلان لعبه عادي، شنو يعني؟ عادي، فلان لعبه عادي. قال هو بس الالعاب اللي نوعا ما بيها مشاكل تسوي قلب او غيرها فهيك. قلت له اوكي هنا متفقين، بس ما شاء الله كان جريء بشكل مو طبيعي. حسين عجاج نريد نرجع للبدايات. بدايات حسب المذكور طبعا. يعني البدايات دخول العالم الوسط يعني. حسب المذكور هو 2005. لا اريد اعرف هو هنا النقطة. لا لأن دائما اكو امور تنشر على وسائل الاعلام يقول لك انه انت بداياتك والله الفنان حسين عجاج بداياته 2005. لا يقول لك انا خريج معهد سنة معهد فنون جميلة. سنة 2002 2003. اثناء دراستي بالمعهد اشتغلت، يعني تخيل انا بديت اذاعة. حلو. بديت مسلسلات اذاعية، بعدين صرت امام الكاميرا ببرامج اطفال. برنامج كان الى صدى جدا قوي في وقتها، اسمه ضياء ونور، اخراج المخرجه الرائعه الصديقه نبراس خضر. ومنها تدرجت بدايه الاعمال دائما حتى الان للمتدربين اللي الممثل الجديد او الممثل الجديد من ادربهم، اقول لهم تاخذون مشاهد قليله لا تقولون لا. حلو. انا بديت ما يطلق عليه دارجا كومبارس، بينما هو الممثل الثانوي، هاي التسميه الاوقع. فانا بديت اعمال بمشهدين وثلاث. حلو. اجتهدت، تعبت على نفسي، مشاهدات كانت يعني من عندي بتركيز عالي. فالمخرجين شافوا بهذا الشاب الجديد اللي اسمه الفني حسين عجاج، على قولة اللي يقول بي برجر، بي امل وبي لازم احنا. بالضبط. فبدأت الادوار تتوالى عليه، من ادوار بسيطه، حلو، ادوار اصعب، الى ان بفضل الله والاجتهاد وصلنا انه حسين عجاج عبد الفقير الله يبعثون عليه بالادوار الصعبه، تكاد تكون مركبه بها الاشتغال الداخلي، الاشتغال النفسي. بس انت دائما انه مجد بهالامور هذه، حسب ما سالت بعض الفنانين من اصدقائنا طبعا من الوسط نفسه. نعم. يقولون مجد انه دائما تحاول ان دورك تعيشه بشكل مو طبيعي، تحاول انه تدرس تجتهد اكثر قبل كل شيء. بشكل كبير. شوف، ان تقف امام الشاشه اللحظه الى حد هذه اللحظه وسابقى الى ان يحين الله، ان تقف امام الكاميرا، ان تطلع بالشاشه، هذه مسؤوليه عظيمه وكبيره. انت مسؤول امام نفسك، انت كانسان اصبحت تمتلك صفه الفنان، وبالتالي مسؤول امام المتلقي. فعلا. المتلقي، وعلى فكره علاء صدقا يعني المتلقي العراقي ذكي جدا جدا جدا. فعلا. بل اصبح بارع بالدقه، دقه التركيز. صحيح. الممثل هاي قصه شعره، هذا الدقه مالته، هذا الاداء متكلف، هذا لا تلقائي. فعلا. ودائما حتى بالحياه التلقائيه حلوه. تلقائي دائما حلوه، دائما ما تنطي شغل كلش حلو، واللي هي خاصه يقول لك حتى بالادوار الكوميديه، اكو ادوار كوميديه يجي يقول لك اسوي كذا كذا، مرات امور تصير بالصدفه بنفس اللحظه تحتاج الى سرعه بديهه، خلاص
بدون تكلف بدون تحضير وتحضر للموضوع. توصل من حيث لا تدري، توصل للمتلقي. طبعا الست انعام رباعيه بوقتها ذكرت انا الشيء اللي احبه، قالت الشيء اللي احبه ماجد ياسين بلحظه واحده الف لي فد شيء وضحك الجمهور وسوى الموضوع هذا. تلقائي. احنا راح نرجع شوي نركز على عمان، لكن راح ننتقل لمكان ثاني. يلا احنا لازم نسوي تور وجوله. احنا تور وجوله. أوكي. دائما اكو اعمال مرات تتاثر بالشارع العراقي، واكو اعمال لا تاثر بشخصيه الفنان نفسه. شوف علاء، بصراحه اريد اطلع من الكلاسيكيه بالجواب. يا ريت. الجواب التقليدي براحتك. حقيقه انا اي عمل اشتغله ياثر بي. ياثر بيك، وهذا يمكن سبب انه ينجح. الحمد لله. الحمد لله. بس هم تبقى بعض الاعمال لها خصوصيه يعني صحيح. داخل يعني كفنان. على سبيل الذكر غير حصر مصير الحب، مسلسل مصير الحب. حلو. كان اهم دور في بداياتي لعبته، يعني بطولة هذه الحلقة شخصية مركبة بها تحولات من شاب طالب كلية كبير لكنه مراهق إلى رجل صاحب مسؤولية يتزوج امرأة يحبها. حلو. يعني واللي لحد الان مقاطع الفيديو ترى لحد الان تعاد نشرها حاليا على السوشيال ميديا. وبعدها كان مسلسل أبو طبر. وبعدها مسلسل السيدة. وقلت لك هي كل اعمالي، لكن يمكن يكون اخرها من الادوار اللي اثرت به هو دور مسلسل احلام السنين فعلا. كان بنخبه كبيره من الفنانين على رسم الاستاذ محمد ابو العباس، نخبه رائعه من الشباب ومن الرواد. كان لي عظيم الشرف ان اكون جزء من هكذا عمل. زين، سوريا، الانتقال السوري اللي صارت شنو اللي اضافت لك صراحه؟ لان احنا كلنا نعرف اكثر الاعمال اللي بوقتها بلشت تشتهر، يعني بعيد عن الاعمال السابقه، اول الاعمال بلشت تشتهر بسوريا، اعتقد انه اثرت تاثير ايجابي نوعا ما بدايه. صح. بالرغم انه هي كانت فتره كلش صعبه لكل عراقي بوقتها. يعني هي هسه سابدا من حيث انتهيت. حلو. هي فتره صعبه لان طلعنا مرغمين. فعلا. يعني انا مثلا ما كنت افكر اغادر العراق نهائي. انا احب العراق حيل، مو شيء مو شوي ابدا. وبالتالي سافرنا، بقيت سنتين هناك، اصدقائي يشتغلون، بس انا ما لي نصيب يعني. ما صارت الى ان شاءت الصدف في مسلسل خميس من حلقه جديد اخراج الاستاذ المخرج علي بوسير، واعقبها مسلسل طبي بغداد، وتوالت الاعمال. بصراحه ما توقفت. كانت مفيده هاي التجربه لي على المستويين. الفني انه طورت امكانياتي بسبب غزاره الاعمال وبسبب غزاره النصوص اللي كانت تجيني يعني بشكل شخصي، وعلى المستوى الانساني تعلمت شنو يعني غربه. يعني اوكي انت، وخاصه انت كنت تحب العراق كلش، ما تريد تطلع من العراق. واعشقه ولا زلت وسابقى الى ان اموت، انا اعشق العراق. منيك والله. هذا عراقنا طبعا. على المستوى الانساني قلت لك علمتني شنو غربه، علمتني شنو حقيقه العوز. عوز الوطن. العوز المادي. فعلا، لان انت ببلد غريب نوعا. بلد غريب ومطلوب منك يعني تترك بيتك واثاثك ومسافر الى بلد غريب، عندك ايجار وعندك كذا وعندك كذا، اضافه الى الحنين الى الوطن. يعني تخيل انا كنت في العراق ما احب اضوع اخبار. من صرت بسوريا كل فترات الاخبار انا شاهدها حتى تعرف شنو اللي صاير، لان انت بعيد عن هذا. بالضبط. فعلا. بالضبط. زين، من الاقرب لك؟ ان شاء الله لا يعودها، بس ان شاء الله ان شاء الله. لا، هي عدت بعد خلاص. انتهت، عدت وراحت. زين، الاقرب لك كسينما، مسرح. شوف المفارقه، انا خريج مسرح، اخراج مسرح كاختصاص. اوكي. تمام. العشق او هو فعلا عشق وهوس بالدراما. احب السينما. حلو. لكن هوسي بالدراما. يعني انت يعني هو اوكي هم كلهم نفس الاختصاص نوعا ما، نقدر نقول انه يتجمعون تحت مجموعه واحده وتحت غطاء واحد. الفن بالضبط، مظله والذوق العام. لكن انت كاختصاصك توجهت انت كعشقك اكثر شيء هو الدراما. دراما وكل مفاصلها. يعني انا عملت
كممثل معروف كممثل. عملت ضمن ستاف الاخراج، السكريبت الاخراج التنفيذي، عملت ضمن كوادر الانتاج. حلو. كاداره انتاج. يعني اكثر الاختصاصات بالدراما انا اشتغلت. هو كل الاختصاصات اشتغلتها، بس يمكن اللي ما يعرفوا بعض المشاهدين اكو مواهب اخرى مدفونه صراحه، اكو شغلات راح نحكي بها بعدين. هذه المواهب يمكن لاول مره ممكن تسمعوها او ما منتبهين عليها نهائيا، فاكيد راح ننتقل مكان اخر راح نحكي. والله قول ايش تطبخ مبدئيا؟ كل شو كلاش. كل شو كلاش. ما عدا الدولمه دزولي جدر لا في ليا حرقتها. بس الدولمه. ليش؟ هي اسهل اكله، يعني ماكو عراقي ما يعرف الاكله. انواع التشاريب، انواع التمه، المندي، شنو ببالك، شنو يخطر ببالك؟ اطبخ. بس الدولمه لاني راد لها خلق، والله يساعد امهاتنا اخواتنا ايش قد ياخذون وقت طويل. بس تدري هسه صار كله الكتروني وهالامور هذه، يعني انه جهاز تخلي بيه السلقايه وتخلي هاي تسحب هيجي كملت طلعت جاهزه. شو؟ اكو سهوله، اكو تطور. مع العلم احبها كلش احبها. لا والله. انت تحبها ولا لا؟ طبعا، يعني انا الاكله الوحيده اللي اعشقها صراحه هي الدولمه. اكو واحد ما يحب الدولمه على؟ هو مو عراقي اللي ما يحب الدولمه، هاي نكون واقعيين. الباشر اعشقها والله. باشا فراسي بيك بالفريق وياها اطبخها بعد. والله. زين سؤال يا برج. انا برج الحمل. برج الحمل. توقع السرطان صراحه، لان نفس الامور ومو اي حمل، الحمل الوديع. زين سؤال، بما انه انت برج الحمل، تشوف انه صفات برج الحمل تنطبق عليك اصلا؟ اي. شوف انا في لقاء قديم جدا مع اعلاميه عراقيه اكن لها كل الحب والتقدير والاحترام، ست شيماء حماد. في نفس اللقاء سئلت هكذا السؤال تقريبا، فقلت سالتني السؤال بما انا انت تاثر بالبرج؟ البرج ياثر. قلت لها ما اعرف، يعني هو يفترض احنا ناثر. انا اثر بنفسي اولا. صحيح. الصفات انا اخلقها بنفسي، يعني من يقول مواصفات البرج الفلاني مثلا الطيبه الزاهده، طب ما انا اصير طيب خلص. وبعد ليش البرج وليش الصدق؟ اكون صادق. هي مو تدري شنو، مرات العكس يصير، مرات الناس انه من تسمع مواصفات برج معين يقول لك انه ما دام مواصفات البرج هذا العصبيه فهو تلقائيا هو صار عصبي، مو الطيبه هو صار طيب. شوف علاج صدقا انا احس اللي يمشي وراها يعني خاصه قضيه الابراج هو علم لا ضيق، يعني اي نقدر علم عن الابراج والفلك وكذا، بس اتصور اللي يتعمق به راح يخسر جزء من سلوكياته فعلا، يعني راح يطبع بسلوكيات اخرى. من يجي هسه انا ما بي شيء زين، لا عصبي ولا شيء على قولتك، جيت قرأت مواصفات البرج هذا اليوم، وعكه صحيه، دير بالك من مدري الطريق، يعني اوريدي انت تجيب الاشياء السلبيه لنفسك. فعلا، وهي تصير دائما الشباب عايش حياتي بما كتبها الله وخلص. وتقدر انت تبني كل شيء. انا اقدر اسوي. فعلا، يعني من الامور المهمه صراحه ان نشوف شاب ناجح، وهذا النجاح يعني اثر من خلال اعمال كثيره، اعمال ان كان دراميه، اعمال سينمائيه او غيرها. وهواي شباب عندهم هذا الهوس وعندهم هذا الهوس بالفن، واريد اشتغل على نفسي، اريد اكثر. صح. فلازم تاخذون نصيحه من اللي نجح واللي وصل. هاي النصائح راح ناخذها مكان اخر. يلا بينا. احنا موجودين اكبر بحيره صناعيه ببغداد. يا سلام. يعني جمال في جمال حقيقه. تخيل نصب الشهيد سندبادلان، المسرح الكبير مال سندبادلان. يا سلام. واللي فعاليات تقريبا هواي فعاليات كانت موجوده انه انا مبهور جدا بالمكان، يعني حضرت ايفنتات كانت فيها مهرجانات، بس ما كنت اتجول بالمكان داخل المدينه. اي بس اليوم هاي الرحله اللطيفه وياك، يعني اقول الحمد لله عندنا هيك اماكن، ويفترض العراق تكون فيها اجمل من هيك اماكن ان شاء الله، او اكثر عددا، يعني حتى الناس يكون لها متنفس فعلا تستمتع. هو متنفسه كل العائله، يعني خاصه انه حتى الاجواء اللي موجوده هنا دائما ما تصير فعاليات، يعني مثلا كل اسبوع نهايه اسبوع في فعاليه مثل الشارع البغدادي، فعاليه تراثيه ممكن تكون موجوده، فعاليه موسيقيه نقدر نقول انه هي للعوائل نفسها، حتى تشوبي تخيل اكو ناس تجي تتعلم هنا تشوبي. يعني هاي الحالات الفنيه شويه صارت بعيده عن المواطن العراقي بسبب الانشغال، بسبب ظروف العمل كذا، انتم جاي تجيبونها تزرعونها بالسندبادلان، وبالتالي المتلقي او المواطن يجي يستمتع بوقته فعلا ويتعلم فعلا ويربي ذائقته الفنيه
او يوسع، هذا الشيء يعني يحسب لكم حقيقه. ان شاء الله يعني ممكن احنا نشوف اعمال قادمه لك راح تكون على مسرح بغداد المغلق وداخل السندباد الان. يعني قصدك اعمال مسرحيه؟ اعمال مسرحيه ممكن مستقبلا؟ ممكن جدا. يعني هذا الشيء ضروري، احنا ليش يعني دا اشوف المسرح خاصه بالعراق شوي يعني لا مو كمستوى، مو كمستوى كعمل، يعني انتاج ماكو، ما دا اشوف انتاج المسرح. انا بالعكس دا اشوف ان الشباب ما شاء الله خاصه الممثلين العراقيين دول الخليجيه دول العربيه يبدعون صراحه، لكن هنا ما حد يركز عليها. لا هسه انا شوي عندي تفاصيل اكثر بهذا الموضوع. يعني دارت السينما والمسرح مديرها الاستاذ الصديق احمد حسن موسى، يعني دا يشتغل بشكل كبير على انه يعني تخيل بعد ايام يمكن اكو مهرجان مسرحي كبير استضاف فيه من دول اوروبيه راح يجون يعرضون عروضهم وين؟ في بغداد. حلو، هذه تحسب للاستاذ احمد حسن موسى. هاي المبادرات، هاي الشيء اللي مبادرات مفرحه نقدر نقول بشاره خير. هاي صدقا مبادرات يعني اكثر من رائعه تحسب للرجل. يعني صراحة أنا أشوف إنه أكو مثلا دول عربية، طبعا مع احترامنا لكل الدول العربية، بس أكو دول عربية العراق عابرها يعني مسافات كبيرة بخصوص المسرح ولا السينما ولا حتى الدراما، لكن بالفترة الأخيرة اللي صارت الأحداث خاصة بالعراق نوعا ما أكو ناس عبرتنا، هاي المشكلة. إنه عندنا مواهب ما شاء الله، عندنا نجوم. أنا أسميها استراحة محارب علاء. يعني أنا أشوفها حلو المعنى. لا استراحة محارب حقيقية. يعني لا تنسى احنا مرينا بظروف قاسيه بالعراق، صح. ما نريد نوجع المواطنون، عاشها مثل ما احنا عشناها، عبرناها الحمد لله. وجدت كورونا وجدت كذا، تخيل حتى على مستوى الاعمال الدراميه اصبحت قليله جدا. صحيح. وبالتالي الفنان هو عيشته على شنو؟ هو عاش على على العمل الدرامي فعلا. وبالتالي اصبح الفنان تعبير انا خلي اقول على نفسي ما اقول على اي فنان اخر، اصبح مثل الفلاح ينتظر الموسم حتى يزرع حتى ياكل. بس انا صراحه انا اشوف الفلاح ممكن هو ينتظر موسم لامور معينه ممكن، تمام، لكن انا اشوفك كلش بدك تكون دقيق باختيار الاعمال اللي تدخل فيها. اذا احس انه اكو واحد تجي له اعمال تجي له عروض ياخذ وقت. هذه من بداياتي حقيقه يعني عجب. يعني كانت تجيني نصوص، انا ممثل اقرا النص مالي، ادرسه قبل ما امضي اي موافقه. تدرسه كامل الشخصيه كلها؟ ما اقرا شخصيتي، انا اقرا من العنوان الرئيسي للنص المسلسل الى اخر صفحه. حلو. السيناريو والحوار وما بين السطور كلها اللي احس بمسج للناس اللي راح يوصل رساله اشتغله. ذلك اريد اعرف رساله حسين عجب. هي رساله باختصار نعطيها. رساله اوجهها كيف يعني اوجهها؟ لا هي رسالتك بالفن، انا سمعت انه انت قلت اريد مسج انا اوصله للناس. المسج من خلال الفن مالتي، شنو الرساله اللي دائما تريد توصلها للناس؟ نعم، المسج هو اللي يفيد الناس. يعني انا من اجي اقود عمل درامي او اكون احد شخصيات العمل الدرامي، هذا العمل ايش راح يقدم للناس؟ حلو. شنو العبره من هذا العمل؟ او اي مشكله ناقش او حل شنو؟ بالضبط. يعني هو معروف الفن هو انعاش وذائقه عامه وكذا، لكن لازم اكو مسج يتوجه للمجتمع. لازم مجتمعنا، شوف مجتمعنا هسه اسلفنا، احنا قلنا مر بظروف صعبه. صحيح. فلازم نقدم له الاشياء المفيده. يعني مثلا احد الاعمال اللي قدمتها مؤخرا، اطلع واحد متزوج امراه وعنده طفله واخته متحكمه في كل حياته الزوجيه، فهو مرغما لانه هذه اخته ويحب زوجته ويحب بنته. فشنو المسج اللي وصلته من خلال هذا الدور؟ انه بالنهايه وقف اخته عند حدها، قال هذه حياتي الزوجيه، هذا بيتي، انت اختي وحبيبتي وعلى راسي، لكن هاي حياتي الزوجيه، وهاي الحاله ترى موجوده بالمجتمع العراقي هوايه، وبالتالي لاقت صدى يعني جيد جدا. حلو. هنا اكو عبره صار الموضوع. زين كشباب حاليا يريد يدخل في المجال، عنده الموهبه الكافيه لكن ما يعرف شلون يصقلها، ما يعرف شو يشتغل، شو يسوي. اكو واحد يقول لك والله انا قاعد بالبيت منتظرهم يدقون الباب علي ويقولوا لي تعال. دائما علاء صدقا دائما هذا الجانب مهم عندي، ان كان بلقاء تلفزيوني، حلو، ان كان بجلسات ثقافيه. احنا محتاجين الممثل الشاب والممثله الشابه. صحيح. لازم اكو دماء جديده تدخل الحاله الفنيه بالعراق. صحيح. وبالتالي هذا القادم على فكره من نقول حتى نكون واضحين، نقول وجه جديد هو لا يطلق فقط على اللي بعمرك او اصغر
او عمري لا ممكن 60 سنه ممكن 65 سنه. ولأول مرة يشارك بالعمل لكن الدرامي. هو لاول مره وفي مصر نجوم دخلوا بعمر 60 سنه. صحيح. اوكي، فانا هي نصيحه اوجهها لكل من يحب الحاله الفنيه، يحب يصير ممثل او اي مفصل مفاصل الفن، عليه بالثقه العاليه بالنفس، لكن ان لا تتغلب عليه هذه الثقه، وبالتالي يفقد حس التعلم، ما يسمع. فعلا لازم تكون الاذن ما يتعلم. اذن فيل لازم يكون، لازم ياخذ من الاكبر منه. حلو. ياخذ نصيحة. انا العبد الفقير اللي تعلمت من اساتذتي على راسهم المرحوم عبد الخالق المختار، الله يرحمه، الجبوري، جواد الشكرشي، محمود ابو العباس، مهدي الحسيني، حتى من الشباب اللي سبقوني منهم المرحوم كامل ابراهيم. بالتالي حاولنا نصقل ما لدينا من موهبه من خلال هذول العمالقه. يعني هو مهما حتى اذا دخل، حتى اذا نجح بعمل عملين، اول عملين له مثلا، بنفس الوقت لازم يبقى يتعلم، لازم يبقى ياخذ النصيحه، يبقى الركوز، الثقه. لان فعلا الثقه مرات توصل يقول لك خلاص انا وصلت، انا نجمت. هذه مو حلوه. لذلك هو سنه سنتين ثلاثه يخفت نجمه بعد خلاص. لذلك لين هو ما ياخذ نصيحه ممكن. السلوك الفني على وانت كاعلامي وانا كممثل بالتلفزيون، السلوك الفني هو اهم عنصر لازم يمتلكه المقبل على الفن. فعلا. في اي مفصل، حتى الكاميرا مان، واللي هو حال السلوك الفهني المهني العفو اللي موجود عند اغلب. فعلا. السلوك الانساني هاي واحد، انت خارج اللوكيشن شو تريد تسوي شو تقول، لكن داخل اللوكيشن يحكمك سلوك فني. ما شاء الله. يعني نصائح كلش مهمه صراحه، لكن اريد اعرف هسه شلونك الالعاب؟ مبدئيا، لان احنا هسه حاليا هاي الفقره اللي بعد راح نتوجه للالعاب، راح نجرب شغلات جديده. هو عندك فوبيا من شيء معين؟ انت اليوم رجعتني وجهه قام ينطي الوان. مخطط صار. قل لي عندي منا العاليات عوفل. العاليات نعوفل، اوكي. فوبيا من المرتفعات بعد. بس انا مستمتع لدرجه صدقا والله العظيم احس روحي عمري 7 سنوات 8 سنوات كنا نطلع المتنزهات قبل، يعني رجعت طفل والله العظيم. يعني ترى ما شاء الله هذاك شاب. لا هذاك شاب. لا حسين ليش دائما احس تكبر نفسك اكثر؟ ليش يعني؟ هي هو مو كبر، شوف العمر هذا كالقطار يسحق ما يوقف يعني، بس يبقى الجوهر الداخلي، تبقى روح الانسان، ايش قد هو مقبل على الحياه، ايش قد هو يحب الحياه، هذا العمر. حلو. يعني مجرد رقم نقدر نقول العمر هذا السنين مجرد رقم. رقم. هو راح تبين اليوم طبعا انه هي مجرد رقم، العمر مجرد رقم. يعني راح نجرب شغلات ممكن تكون عاليه، ممكن تكون ناصيه، بعد ما نعرف، فراح ننتقل مكان اخر نجربها ونشوف. خليكم ويانا. وصلنا سبيس جيم. هاي نوعا ما العاب الكترونيه، يعني العاب الفضاء او لعبه الفضاء. تمام. حلو. فهنا راح نكون موجودين. انا سمعت انت قوي بالهوكي. لا تقول لي اشاعات رجاء. زين جزء بس بالدعاوى الاحسن، نفس الدعاوى اللي هي بالضبط، بس هي شوي صارت الكترونيه لا اكثر ولا اقل. راح نسوي تحدي. ايش قد تتوقع تخسر؟ هي لها سقف معين؟ هي لها تقريبا 7 او يوصل 7 فخلاص. 7 اي اتوقع 7-0. 7-0. يلا نجرب. يلا. هذا حلو. هذا يسموه فراري ونان. الله. ثاني هدف الشرف موجود. راح اجيب على روحي فوق. الله. قوية اللعبة لحد الآن قوية. بس مع هذا الجول. حلو. لا مستحيل. هذا انا جبت على روحي. الله.
ها ها انا اسحب كلامي وحبيت افشل نفسي. حبيت افشل نفسي 7-5 بس واحد انا جايبه على روحي. لا صراحة ما توقعت انه هالقد دعابه لدعابه وطلعت اقوى من عندي. طلعت انا ما ادري والله بس هاي شيء اكتشاف جديد نوعا ما. اي هاي الساعه موهبه جديده. اكتشاف راح جديد. انزلها بالسيول. لا جدياتي من الالعاب اللي كانوا دائما يستخدموها حلوه كلش حلوه. عاجبك فد شيء تجربه ثاني؟ كيفك؟ زين سؤال من قبل تتعارك من النوع اللي تتعارك هواي ولا من المسالمين؟ لا مسالم. مسالم اي كله. مسالم. نجرب قبل ايش قد قوة الضربة مالتك مال بوركس؟ بصراحه مره بيمن وجه منو؟ صديقي كنا بالابتدائي. زين. اصدقائي اثنين تعاركوا وانا نزلت حاجوز. اجاني بوكس. فلو ضربني بوكس ضربته بوكس فقد وعي. اعتقد انا اللعبة الثانية راح اخسر بيها. هي مو القوة. هي ضربة جت المكان صح. ممكن هسه بنجربها. بوكسات؟ لازم بس مو بالوجه لا نهائيا ابدا نبي فقدان وعي. حتى راح نجربها. انا متاكد ان اللعبه الثانيه اللي راح اخسر بيها صراحه لان فاقد وعي. نشوف المكان مالتها. $700 800 900 يلا 900 898 يعني زين؟ جاهز؟ زين هسه يعني قاعد عند الرقم القياسي شوف ايش قد 100 بس. طيب شغل والله فخلي اشوف ما مبين عليك على يلا حسين خلي نجرب. انا عصب قوي صراحه. شوف الوسط تتوقع اقل منك 753 اقل مني بهوايه. نعيد؟ كملها طبعا. يلا هسه 898 مو انا هسه اقول لك السر. هذا الاصفر قبل لك وقعه 100 يعني تعادل؟ يعني تعادل. اوكي تعادل لحد الان. اوكي يلا تعادل. أوكي. تعادل. نجرب بس. هي بيها تقنيه. لا مو تقنية. لا هات شوف هاي انت خبزتها هسه مو ضربتها. نجرب. هاي بال 900 900 و 15 16 916 الله يكون بعونك. يا ترى اللياقه حلوه ماكو. هسه سراي استسرت. تعال شفت الرقم ايش قد؟ 916 916 هم مو قويه. بدك ترجع. ها؟ ثقل الجسم؟ هو احنا نقدر نقول صارت تعادل. لعبة انت خسرت فيها ولعبتك خسرت. بالضبط. انا خسرت بالهوكي تعادل 2-1. 2-1 شلون تعادل 2-1 بس اذا نرجع للمصادمات المفروض هي 4-1. هي مرات الاستمتاع والمتعه هي مو الارقام. يعني مرات انت تستمتع بلعبه قد ما يكون حتى بها اهداف كرة قدم. بالضبط. مستمتع بطريقه اللعب بخطه المدرب اجواء اللعبه اجواء الملعب فيعني هي المتعه الاساس. احنا يمكن سوينا هذا التور البسيط اللي اضطرينا داخل اروقه السندباد كان قمه المتعه. قلت رجعتنا الايام 7 سنوات استمتعت يعني. جدا تلقائيتك انت هذا اولا باسئلتك المرحه اجواء هذه المدينه الرائعه السندباد لاند استقبالكم اللي اكثر من رائع والحفاوه الوجوه النيره والطيبه هاي الشباب الحلوه. يعني انا اليوم ما حاس جاي بلقاء فني وعدسات كاميرا واضاءه لا. جو يعني صداقه. جروب اصدقاء طالعين نتونس بالسندباد لاند. مدينتك هاي صراحه ودائما احنا حتى كبرنامج خطاط نركز على شغله كلش مهمه. للاسف اتمنى انه تحدث حذوها يعني باقي البرامج الفنيه اللي هي انه دائما الفنان يجيبوه حتى ينخرط حتى يسالوا اسئله معينه حتى انا اشوف هاي بالعكس.
الفنان قيمته موجوده لكن مبين قيمته للناس، القيمه الحقيقيه، حياته كانسان شنو هو؟ انت فكره برنامجك اصلا تطلع الفنان من الجو الفني فعلا ترجع الانسان الطبيعي العادي اللي ما هسه انا ما مهتم بالكاميرا، قد في الدراما اهتم بالكاميرا فعلا. اعرف لقطتي، اعرف وقفتي، طريقه اللانجوج، الاداء. هنا لا يعني جاي استمتع. ان شاء الله دام المتعه، وهاي المدينه مدينتك، باي وقت تجي مدينتك ان شاء الله، وان شاء الله اكو طلعات بعد البرنامج ان شاء الله بالايام الجايه راح تجي هنا وان شاء الله نسوي جروبات انجماعيه. رساله اخيره هسه هنا رساله لكل واحد يحب العراق دير بالكم على العراق. العراق اللي يستاهل، انا مقدم له الحب، يعني قدم لنا الحب. شوف صدق العراقي يحب ناسه، يحبنا. دليل انه ايش قد ما نطلع، ايش قد ما نسافر، ايش قد ما نتغرب، نبقى نحن ونرجع. الحنين فعلا يرجعنا. ورساله الاخرى ايضا لكل واحد معني بهذا البلد العظيم العراق، ان شوفوا صرح اليوم جولنا راح تشوفوه يمكن من خلال ربع ساعه نص ساعه تلفزيونيه، بس شوفوا قمه الجمال، النظافه. اتمنى كل المدن الملاهي داخل العراق تحذو حذو هذه المدينه الاكثر من رائعه. واتمنى ايضا يا اخي ابنوا، هاي النقطه المهمه، ابنوا قياعين عندنا خير من الله، قياعين قفار فارغه، واموال العراق ابواب الخير، بلد الخيرات. ابنوا للناس، خلي تتونس، خلي تستمتع. يمكن هو الشيء الوحيد اللي نريده هسه، احنا نريد نطلع من الروتين الممل هذا ونريد الاماكن ترفيه. يعني ابوع على العوائل، ابوع على الاطفال، على النساء، على الرجال، وهم مستمتعين قاعدين فارشين المده مالتهم وقاعدين ياكلون اكلهم. اعياد الميلاد اللي مرينا عليها، اعياد يعني يا اخي ان شاء الله تتغير ان شاء الله. نقول ولا تقنطوا من رحمه الله، رحمه الله واسعه وان شاء الله توسع الجميع ان شاء الله. انا بس احب اوجه شكر، اسف لمقاطعتك، انا غالبك اليوم. لا بالعكس برنامجك هذا. انا اشكرك واشكر، ما اريد اذكر اسماء لان ممكن احط اسمائهم. ياسر 5 اشكره، ياسر 5 اهم نقطه، بنج ومروان وعلي، الكل. انا جدا سعيد واشكركم لانه تعبتكم اليوم، بس اتمنى اكون خفيف ظل عليكم وبالتالي على المتلقي. شكرا. عشت ايدك والله، وما ننسى ما نبخس حق حسين حكمه طبعا اللي راح يمنتج الماده ان شاء الله. فتحياتنا لكل الشباب الموجودين، شكرا جزيلا لكم، تحياتنا لك وشكرا جزيلا لك حسين عجاج. طلعت بشخصيه ما كنا نتوقعها نهائيا، قد ما نتوقع الشخصيه هاي راقيه، طلعت راقيه بعد اكثر وجوك يجنن تدول قلبك. شكرا جزيلا، عاشت ايدك حبيبي. مشاهدينا الكرام، اكيد مثل ما عودناكم دائما النخبه في برنامج خطار، اليوم ويا حسين عجاج. خطارنا القادم راح تعرفوه في الحلقات القادمه. شكرا جزيلا.